النهارده 25 يناير 2014 الشباب حب ينزل يستعيد من تاني الروح اللي نزل بيها يوم 25 يناير 2011. بعد مرور 3 سنين الشباب حس ان الثورة اللي ضحى زمايله وشاف شباب كتير من 3 سنين عمالين بيقعوا بيستشهدوا بيعتقلوا بيصابوا. كل التضحيات دي تمت من اجل شعار بسيط جدا جدا الشباب كانوا نازلين عشانه، نازلين يقولوا عيش، حرية، عدالة اجتماعية. في خلال 3 سنين وكأن ثورة لم تكن. النهارده كان يوم غريب في مسيرة الثورة المصرية بعد 3 سنين من ثورة 25 يناير اللي نزل الناس فيها عشان يطالبوا بمجموعة من الشعارات لم تتحقق حتى هذه اللحظة، ثم نزلوا بعد عام ضد المجلس العسكري الذي أخفق في تحقيق هذه الشعارات، ثم نزلوا بعد عام آخر رافضين احتفال الإخوان بالثورة. للأسف النهارده واحنا في مرحله من اسوأ المراحل اللي وصلنا لها بعد ثوره 25 يناير، ما زال هناك ناس نزلوا يحتفلوا بثوره 25 يناير التي لم يتم تحقيق اي من اهدافها. نزلنا النهارده عشان نحاول من تاني نقول برضو عيش، حريه، عداله اجتماعيه. لا مفيش حاجه اتحققت. نازلين النهارده الشرطه والجيش قتلونا. الشرطه والجيش كانوا مش عاوزين اي حد يتكلم غيرهم، مش عاوزين اي حد يقول كلمه غيرهم، مش عاوزين يسمعوا صوت غير صوتهم. 25 يناير نزلنا اليوم الى الشوارع. من المفترض اننا نزلنا لاستعاده روح الثوره مره اخرى. نزلنا لتذكر الشهداء، شهداء ثورتنا، هذه الشهداء الذين سالت دماءهم على شوارع مصر، مضحيين بأنفسهم لاستعادة هذه الدولة وإرجاعها إلى شعبها الحقيقي. لكننا لا نخسر الحرب، لأن الحرب معارك أكثر من معركة. الجزء المهم وأنا عاوز حضراتكم تبصوا حوالينا في العالم المحيط. أوكرانيا النهارده عمر الثورة فيها وصلت دلوقتي 10 سنين، لا زالت بتتجدد بعد 10 سنين. مش أنا بقول إن إحنا هنقعد 10 سنين. بس اصرار الناس على انه الثوره ذكرى يوم هتنتهي وتخلص اللي هو النهارده 25، وانه النهارده اتضربنا وما حققناش اهدافنا. لا، الثوره حاله مستمره. انا لازلت مصر انه روح الثوره وحاله الثوره علينا ان احنا نفكر فيها ونتفاعل معاها اكثر منها حدث يومي او ذكرى سنويه بتمر بينا. الداخليه لم تعطي الفرصه لاي حد انه ينزل يعبر عن رايه بسلام. قمعت كل الناس اللي نزلت. مش معترضين على اي حد ينزل ويقول رايه، وكان غايه املنا وطموحنا ان احنا ننزل برضه نقدر نقول راينا. من بعد الثوره، من بعد 25 يناير، ما اعتقدش ان حصل علينا يوم زي اللي حصل النهارده. كل ثقه في انه كلما ازدادت البطشه الامنيه سيزداد اصرار الجزء الاخر من ابناء هذا الوطن الذين يريدون حريه وعدالة اجتماعية. هذه المطالب التي نزلنا في 25 يناير 2011 من أجلها. كل ثقة أن هذه الدولة التي يحكمها الجنرالات من 60 عاما سيستعيدها المصريون في أقرب وقت ممكن. الآن هي عبارة عن حالة انقسام مجتمعي. بنعيش دلوقتي أزهى عصور القمع، أزهى عصور التنكيل، أزهى عصور فرض الدولة الجمهورية والأمنية مرة أخرى. وأعتقد إنه ده بالرغم منه إن إحنا واصلين لحالة سيئة في هذه الأيام، لكن أنا من وجهة نظري إن شاء الله دي دعوة إن شاء الله للتفاؤل إننا مكملين، لأنه كلما زاد القمع كلما زادت الثورة، وإن شاء الله بإذن الله الثورة مكملة والثورة هتنتصر بإذن الله. ما تبقى عارف النهارده ان اصحابك عشان يخرجوا ويعرفوا يروحوا بيوتهم كانوا بيشتروا صورة السيسي ب3 جنيه ويعلقوها علشان يعرفوا يروحوا، عشان يعرفوا يعدوا من الامن. اصبح الباسبور المرور في مصر الان هي صورة سيادة الفرد. جيل 25 يناير المعركة بالنسبة له مش معركة شوارع او ميادين بس. جيل 25 يناير المعركة عنده معركة النفس الطويل. ممكن يكون النهارده ما عرفش يعبر عن رأيه بشكل كامل. قدر يقف في بعض الميادين يمكن لفترة قصيرة، واجه الرصاص، واجه الخرطوش، واجه الغاز. ما قدرش يستحمل كتير. يمكن الجيش قدر او الشرطه قدرت تفرق المظاهرات، بس في نفس الوقت الشرطه والداخليه زرعت في قلب كل شاب النهارده معركه النفس الطويل. اعتقد ان النهارده يعتبر بدايه حقيقيه لجيل بالكامل، جيل مش هيسكت ابدا على ان ثورته تروح، جيل
مش هيسكت ابدا على ان الشعار البسيط اللي نزل عشانه، اللي في القلب منه فكره الحريات، في القلب منه ان هو ينزل يعبر عن رايه، والنهارده هو بيمنع ان هو يمارس هذا الحق، في حين ان الجيش النهارده قاعد بيحمي الاف المواطنين اللي من حقهم ان هم يعبروا عن رايهم. ممكن يكونوا رايحين يعبروا عن رايهم في ميدان احنا بنعتز وبنفتخر بيه، ونازلين يقولوا فيه شعارات يمكن ملهاش علاقه بالثوره. احنا حتى ما كانش بالنسبه لنا يعني هدف اساسي فكره الميدان وبس، كان نفسنا بمجرد ان احنا نرفع اهداف الثوره ونرفع شعاراتها، وده اللي منعنا منه النهارده. اعتقد ان الصوت كان النهارده يا اما تحتفل يا اما تتقتل. شباب مصر، شباب ثوره 25 الطاهر النقي اللي حرك المياه الراكده في مصر، محدش فينا قادر يتحرك. انا من هنا النهارده بقول ثورتنا مستمره، لن تموت، لن تقف عند هذا الحد. الثوره معارك كثيره، لن نخسر اليوم ولم نخسر اليوم. كان هدفنا من اليوم ان نثبت لهذا النظام القمعي الفاشي ان هناك من يطالب بالحريه والعداله الاجتماعيه والكرامه الانسانيه ما زالوا موجودين. عاشت مصر وعاشت ثورتنا. 60 سنه واحنا نازلين نعترض، من حقنا ان احنا نعترض، ده لو في ديمقراطيه وفي حريه. هما مش سامحين بده، يا اما تهلل وتحتفل يا اما تتقتل او تعتقل.